استمرار أزمة ثلاثي الزمالك وأشرف صبحي وزير الرياضة بتاعنا. وزير الرياضة المصري بيحاول يتدخل لإنقاذ الموقف. تصريحات قوية جدا من مارسيل كولر والشناوي وجوميز في المؤتمرات ما قبل مباراة القمة في السوبر المصري، وأخبار كتيرة في حلقة النهاردة. أهلا بيكم في استوديو الكورة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتعمل شير، ولو انت مش مشترك في القناة اشترك عشان يجي لك كل ما هو جديد وحصري من استوديو كورة. أزمة لعيبة الزمالك المعروفة الجميلة اللي هنختصرها في كام كلمة كده باختصار. دونجا عايز ينزل الملعب، مدير أمن الاستاد بيمنعه، بيشتبك معاه، يجي يوجب عبد الواحد السيد يتدخل، يجي مصطفى شلبي يتطاول على الراجل ويمد إيده. مشكلة كبيرة تتحول لجنحة. شكلنا زي الزفت، تفاصيل يعني تخلي رقبة الواحد زي السمسمة، يتحولوا للنيابة، يتحجزوا في النيابة. الراجل اتنازل كرما منه عن حقه المدني. الدولة في الإمارات ما بتهزرش في القانون، فبالتالي اللعيبة محجوزة دلوقتي على ذمة التحقيقات، واتحاكموا كمحاكمة مبدئية، وتم طلب التأجيل للاطلاع على الأوراق والمحاضر من محامي نادي الزمالك، وتم التأجيل لجلسة 29 أكتوبر. فبالتالي الموضوع كان هيطول وهم محجوزين. في تدخلات دلوقتي من وزير الرياضة أشرف صبحي شخصيا وجهات سياسية لحل الموقف عشان شكلنا الوحش وعدم التزام ممثلين مصر اللي هم لاعبي نادي الزمالك بالقوانين اللي المفروض يحترموا قوانين البلد اللي هم فيها. لعيبة بتتعامل بسيتويشن وبموقف تحسسك ان احنا احسن لعيبة في الدنيا، احسن نجوم العالم. مش لعيبة، انا اسف يعني، اجمد لعيب في الزمالك كله، انا اسف، او اي لعيب في الدوري المصري لا يتعدى قيمته ال 4 مليون دولار ولا 5 مليون دولار. يعني لعيب ناشئ في اي فرقة في اوروبا حتى لو في دوري صغير، القيمة البريزنت فاليو بتاعته او قيمة الماركت بتاعه اعلى. لعيبة بتأدي بربع اداء. ما شفناش يعني، بعيدا ان احنا كسبنا الكونفدراليه وكسبنا دوري الابطال، بس انت ما بتشوفش اداء قوي. تعال اتفرج على اي دوري، تعال اتفرج على الدوري السعودي، تعال اتفرج على الدوري الاماراتي، مش هقول لك على دوريات بعيده يعني. تعال اتفرج على دوريات اوروبا الصغيره. احنا مش ما عندناش نجوم العالم عشان نتعامل بالطريقه ديت، بالعكس احنا نتعامل بوضع محترم، نحترم بلدنا، نحترم نفسنا، نحترم وضعنا. نتعامل مع الناس بكل شياكه. عندك مشكله، المسؤولين يتكلموا. مش هنفضل نقول ان احنا كل حاجه بقت نادي الزمالك بقت مشاكله صعبه جدا، يعني الامور واخدها يا انسحاب يا بلطجه، انا اسف في اللفظ قولا واحدا. ده السكه. عندنا دلوقتي ازمه فتوح ودي 3 لعيبه ومشاكل ملهاش لازمه، يا اما ننسحب. ده قولا واحدا سيناريو نادي الزمالك اللي بقى ماشي بيه السنين اللي فاتت. حرفيا بقى من اول انسحاب من ايام المستشار مرتضى منصور، وانت مكمل دلوقتي من ساعه اتوبيس العيال اللي اتزنقوا دخلوا الحمام. قولا واحدا، اسطوانه اللي هي خلاص ماشيين بيها، اسطوانه الانسحاب. يا عم ما تلعبوا الكره في الملعب. جوميز النهارده في المؤتمر الصحفي رد محترم. لما اتسأل على الموضوع قال انا جاي هنا لكرة القدم فقط، وما يشغلنيش اي حاجة بره كرة القدم. راجل مدرب محترف رد برد محترم. تصريحات لميدو كويسة، قال لك نركز ونعوض في الملعب، واهم حاجة الملعب، دي اجراء حاجات خارجية. حلو. إدارة نادي الزمالك المفروض تعلن بقى وبقوة اللعيبة تركز والكلام ده كله عشان يركزوا في الملعب. حاجة خلاص خارجة حصلت، بغض النظر مين أطرافها، خلاص القصة انتهت. لعيبة نادي الزمالك النهارده في التمرين كانوا مركزين جدا، وكانت أخبار طبعا إن هم بيتدربوا بقوة حرفيا على أرض الملعب. تمام؟ أخبار كويسة، نتمنى إن يبقى في خطوات كويسة من الموضوع. على النقيض بقى، المؤتمر الصحفي للنادي الأهلي لما قبل مباراة السوبر، سؤال مستفز من صحفي طالع بيسأل فيه مارسيل كولر على لعيبه بعينها امام عاشور وكهربا. بيقول لك ان لعيبه النادي الاهلي محتاجين طبيب نفسي. رد قاطع من كولر، قال له انت عندك ادله للكلام اللي انت بتقوله؟ عندك اثباتات او فيديوهات او حاجه تثبت اللي انت بتقوله؟ احنا ليه بنتكلم في حاجات جانبيه وبنحكم ان اللعيبه محتاجه طبيب نفسي وكلام ملوش لازمه عشان الشناوي يتدخل؟ يا جماعه احنا هنا جايين عشان ماتش السوبر قدام الزمالك بكره، هنتكلم في الماتش. اي حاجه تانية لا مش هنتكلم فيها، ولا ليه علاقه بالمؤتمر الصحفي ده اصلا. قولا واحدا، كل لعيب في النادي الاهلي عارف قيمه النادي الاهلي ومش محتاج الكلام اللي انتوا بتقولوه. هو ايه اللي الناس بتصطاد في المايه العكره دي؟ يعني انا مش فاهم. احنا بقينا دلوقتي بندور على حاجات ملهاش لازمه، بندور على ترند، بندور على تفاهه، بندور على اي حاجه غير الحاجات المفيده، الحاجات اللي ليها مغزى. ما تتكلم في الكوره، انت بتتكلم مؤتمر عن كوره، عن ماتش، عن ناديين، اتكلم عنهم.
ليه بتتكلم في حاجات شخصيه باللاعبين، في مشاكل لاعبين، في قصص لاعبين؟ حاجات غريبه جدا 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 من الصحفيين. برضه بقى الجو العام حوالين كره القدم مزعج وسيء. احنا ما بقيناش نشوف كره حلوه، وبقينا كمان بنتضايق من الاحداث اللي بتحصل حوالين الكوره. فالموضوع بقى يخنق حرفيا. انت بقيت بتتفرج على اي حاجه عليها علاقه بالكره المصريه بتتخنق بقى من مشكله حاصله، من حوار حاصل، من عقوبات غريبه، من تفاصيل غريبه، من تصرفات اغرب من لعيبه او اداريين او اجهزه فنيه. فالموضوع بقى وحش قوي. الكره المصريه وصلت لمرحله سيئه من الانضباط. حط تحت كلمه الانضباط دي 1000 خط. طيب نرجع للي بعد كده والاهم. كهربا برضو صرح النهارده استكمالا للموضوع ان هي خلاص نقطه النهايه والنقطه الفاصله واخر الحكايه خلاص. يعني بينوه ان هو هيرحل على النادي الاهلي وان القصه الحكايه انتهت والموضوع اتقفل على كده. وكهربا زي ما قلت لكم هو قريب من زد بنسبه 90 95% بصفقه استثنائيه هتتم من نادي زد، وهيضيف اكيد كهربا لزد قولا واحدا. كهربا فنيا ما فيش خلاف عليه، بس هو تحمل من الضغوطات الكتير فانفجر بمشاكل وازمات على فترات الاخيره. بنتكلم في حوالي دلوقتي 3 4 شهور في ازمات كهرباء والمشاكل اللي بتحصل منه على الفترات. متضايق، مضغوط، عايز العب عايز العب عايز العب، انا اتحملت غرامات و فخلاص النقطه الفاصله حصلت ووصلنا خلاص لحسم الموضوع. نيجي بقى للماتش نفسه بكره، ماتش السوبر. تتوقعوا ايه؟ يعني انا توقعي ان الماتش اتمنى يكون احسن من السوبر الافريقي. ليه؟ السوبر الافريقي نفسه ما كانش احسن حاجه. اداء الاهلي في الماتش اللي فات مش احسن حاجه، سيراميكا كان احسن. اداء الزمالك في الماتش اللي فات مش احسن حاجه، بيراميدز كان احق واحسن. فاحنا مستنيين نشوف حاجه كويسه، نفسنا نتفرج على ماتش كويس ايا كان مين اللي هيكسب. ماتش كويس على ارض الملعب الناس تتبسط بيه. تمام. فبالتالي الجماهير اللي موجوده الماتش مباراه نهائيه زي دي هتيجي تشجع بكل ما اوتيت من قوه. حتى على التلفزيونات الناس عايزه تتفرج على كوره كويسه يا جماعه، كوره فيها روح رياضيه محترم، كوره جوه الملعب بس نشوف اداء محترم، اداء قوي، نتبسط. اللعيبه كلها هارد لك للي خسر ومبروك للي كسب، زمالك اهلي مش فارقه، بس نتفرج على كوره جوه الملعب محترمه بروح رياضيه وفيها انضباط. مش عايزين منكم اكتر من كده. تشكيلات الفريقين الاثنين عندهم مشاكل بسبب الاستبعادات والاصابات. مشكله الزمالك في دونجا ومصطفى شلبي طبعا قولا واحدا، وازاي جوميز هيعالج الموضوع دوت وهيتصرف فيه. عندك اصابات النادي الاهلي، اشرف داري وخالد عبد الفتاح لغايه دلوقتي ما تاكدش اي حاجه في مشاركتهم في المباراه النهائيه. بيحاولوا يجهزوهم بس صعب قوي، الموضوع مش سهل. النادي الاهلي غالبا هيكمل بنفس التشكيله بتاعته بس مع وجود اللاعبين اللي نزلوا في التشكيله في اخر اللقاء. يعني اسامه ابو علي احتمال كبير هيشارك اساسي، حسين الشحات، مروان عطيه. الاهلي بالشكل الاساسي بتاعه المتعارف عليه هو اللي هيلعب بنسبه كبيره. يعني انت هتلاقي غالبا في حراسه المرمى الشناوي، تمام، مع ان مصطفى شوبير اتالق بس اعتقد الشناوي اقرب. عندك عمر كمال في اليمين، خالد عبد الفتاح لو رجع ممكن يلعب اساسي على مكان عمر كمال لان الاداء الدفاعي بيبقى عنده خلل. ربيعه، ياسر ابراهيم، عندنا عطيه الله في الشمال، مروان عطيه واكرم وامام. هيبقى عندنا حسين الشحات وبيرسي تاو واسامه ابو علي. دي خطه وتشكيله النادي الاهلي. نادي الزمالك على الناحيه الثانيه هيبقى عنده اكتر من مشكله زي ما قلنا على ارض الملعب، بس هيبدا بعواد، هيبقى على اليمين عمر جابر، هيبقى عندنا المسلوسي، حسام عبد المجيد، محمود بن طايق. هيبقى عندك في نص الملعب زياد كمال، عبد الله السعيد، ناصر ماهر. مشلاك هيلعب على الشمال ويعوض، سيف الجزيري وزيزو. ده التشكيلتين الاقرب للنادي الاهلي والزمالك للمباراه السوبر بكره. يا رب نشوف ماتش قوي، يا رب نشوف ماتش كويس. وخبر اخير مهم، نفاذ تذاكر مباراه نادي الاهلي والعين الاماراتي في اقل من يوم في ماتش الانتركونتيننتال يوم 29/10 في استاد القاهره، نفذت بالكامل. يا رب نشوف ماتش قوي للنادي الاهلي ويفوز طبعا قولا واحدا من غير اي كلام. في نهايه الحلقه اتمنى الفيديو يكون عجبك، ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناه لو انت مش مشترك. وقول لنا توقعك لنتيجه مباراه الاهلي والزمالك، مين اللي هيكسب وهيكسب كام، ويبقى لنا مفاجاه لصاحب التوقع الصحيح. بس عايزين نوصل لاكبر كم من الشير واكبر كم من الكومنتات. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.